السلام عليكم عزيزي المشاهد، إيه الاخبار؟ معاكم عبد الرحمن وفيديو جديد من سلسلتنا عاش، السلسله اللي بنوثق فيها اكتسابنا لعاده صحيه او عاده كويسه ودخلها اللايف ستايل بتاعنا. وعزيزي المشاهد، الهدف الاكبر من السلسله دي هو تشجيعك انت كمان انت تبدا تكتسب انت كمان عادة كويسة تعملها، سواء كان تروح الجيم، تدرس لغة، البرمجة، يعني بص اي حاجة، تاخد كورس فوتوشوب، الكورسات اللي راكنها عندك بقالها فترة في اللي هو في السيفد بتاعت الفيسبوك، افتحها وابدأ اعملها. كورسات اللغة اللي انت هتموت وتدرسها بقالك 3-4 سنين، قوم ابدأها دلوقتي. حتى لو البداية مش تبقى احسن حاجة، حتى هتقول الوقت مش هيقضي، الوقت هيخلص، ابدأ وسيب بقى على ربنا طالما انت بتسعى خلاص. بس الساعة دلوقتي 10، الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 11:10. يعني انا صحيت تمام وكل 5 دقايق بتعدي الاقي الساعة عدى منها ربع ساعة، فاليوم قرب يخلص والدنيا ظهر، واحنا يعني هنتبهدل من الحر بهدلة بنت لذينة. فاحنا لازم نتحرك بسرعة عزيزي المشاهد. غير كلام كتير، يلا بينا الى الجيم. طبعا كل حاجه في جسمي وجعاني، كتافي، دراعي، رجلي، كل يعني رجلي وجعاني وانا بتمرن كتف امبارح، فمش عارف ايه ده، خصوصا الجهاز ده. يا رب على الجهاز ده، اعرف اسمه بقى، اعرف اسمه، بس اعرف اسمه، ده عداوه رسميا بيني وبينك خلاص. الجو كالعاده حر زي ما هو متوقع، طبيعي يعني نزل الساعه 11 الظهر، طبيعي الجو يبقى حر. بس كل ده في سبيل ان انا يعني نصور والجيم فاضي غير ما تضايق حد، الدنيا تبقى فاضية هادية كده، الحجيزة كلها فاضية، نلعب براحتنا، نخلص دنيتنا ونمشي في هدوء وبس. يعني في عربية ضخمة بتعمل حاجة، فاحنا شكلنا مش هنصور قبل ما اخبط لي الكاميرا هناك اهي. وصلنا الجيم في عز الحر حرفيا، بس ماشي. بدأت أول حاجة كالعادة تسخين على المشاية ربع ساعة. أول تمرين كان السحب الأمامي، فعرفت إننا النهاردة هنتمرن ظهر. وكالعادة 4 مجموعات، كل مجموعة 10 عدات. تاني تمرين كان جهاز السحب الأرضي. الأوزان اللي بتمرن بيها بدأت تزيد، ودي حاجة كويسة. الجيم كان فاضي والمكان كان هادي، ودي كانت حاجة بسطاني جدا بصراحة. طبعا مين هيتمرن في الوقت اللي أنا نازل فيه ده؟ جيت دور بعد كده على تمرين احتاجنا فيه الدمبل، جبت وزن ال5 وبدأت ألعب بالتبادل.
بعد كده جهازنا الرقيق الجميل الفراشة. يا سلام على الجمال. بدأت الطاقة تبقى يا دوبك، فده كده آخر تمرين. خليت الوزن متوسط عشان أعرف أخلص عداتي كاملة. وأخيرا نرجع للمشاية تاني، بس المرة دي وهي فوق شوية، وده هيزود من صعوبة التمرين. كالعادة أرقام جديدة، وكملنا الربع ساعة أخيرا، وبس كده. يلا بينا على البيت. رجعنا. كان يوم يعني عارف الأيام اللي هي بتعدي بستر ربنا كده، دي من الأيام اللي انت تفتكر فيها ستر ربنا. الشمس طبعا حارقة ماحقة ساحقة كاحقة، كارثة كارثة. الشمس كارثة. راجع الساعة 12:30 الظهر، الشمس في قفايا. الشمس بتعرف على قفايا من أول وجديد هنا كده. المهم لعبنا ظهر النهاردة، كانت تمرينة يعني نوعا ما لذيذة شوية. الوقت نوعا ما عدى بسرعة. جربنا حاجة جديدة في التريد ميل اللي هو الانكلاين ده، اللي هو ان هي تزود كده الميل بتاع التريد ميل يعني. ده بيشد عضلات الرجل اكتر. اي نعم السرعات اللي انت كنت بتلعبها وانت والمستوى يعني فلات كده، غير طبعا لما ترفع شوية كأنك طالع جبل كده. كنا جربناها قبل كده في الاوتيل، بس قلت اجربها تاني النهاردة. ربع ساعة كانت كفاية جدا. عضلات رجلي كلها شدت، فممكن نبقى نسخن بيها في يوم الرجل يعني. بس كده الكابتن كالعادة زي العسل. كوتش بص والله العظيم راجل حتة سكرة اقسم بالله. يعني خلاص بقينا اصحاب، خلاص عرفني وعرفته خلاص، وبقينا بنصبح على بعض دلوقتي والدنيا بقت تمام يعني. بس كده عزيزي المشاهد، اتمنى لك دوام الصحة والسعادة. اتمنى ان انت تبدأ في حاجة حلوة حابب انت تعملها من فترة وتدخلها في روتينك اليومي. اتمنى من كل قلبي يعني ان انت يبقى عندك حياة احسن، وان انت تبقى شخص افضل طالما عندك النية لكده. بس كده عزيزي المشاهد، ختاما كالعادة كان معكم عبد الرحمن مرتديا طقم التدريب بتاع ليونيل بيبسي، ومع السلامة. سلام عزيزي المشاهد.